الدنيا ما نجريش ورا كله إلى زوال، تتعلق بالباقي فقط اللي هو ربنا. بافتح الواتساب لقيته منزّل status بصورته، كانت الساعة قرّبت على 02:00 آآ كان كاتب فيها إيه؟ كان كاتب تذكّر أخوك بكلمة مبهجة، كان كاتب تذكّر أخوك بكلمة مبهجة. هو كان حاسس بحاجة؟ فأنا استغربت أوي إيه اللي هو كاتبه ده، بس ما كلمتوش. لقيت أخويا الكبير بيكلمني وبيقول لي إنه هو إن في حادثة كبيرة، وإنه عُمر في الحادثة. حكايتنا النهاردة بطلتها إنسانة جمعت بين الطب والإعلام. الطب بالنسبة لها لوحة، والإعلام أداة بتلون بيها علشان في النهاية تقدم لنا فن يفيد جمهورها. هي صاحبة حضور فريد وشخصية قوية، لكن الصورة اللي بنشوفها بيها مش هي الحقيقة الكاملة. ما وراء الكواليس أصعب، بين تحديات وقرارات وآراء قررت هي تخبيها خلف الأضواء، وقررنا احنا نخليها اون اير. كل ده وأكتر هنعرفه من شريكة حكاية النهاردة، دكتورة هبة ياسر، منورانا. ميرسي يا دكتور أحمد، إزيك؟ دكتورة هبة ياسر صديقة قديمة من زمان وعشرة، يعني أكيد، من سنين كتير، أكتر من أكيد. 6 سنين. إمم. والأظرف إن كل مرة كنت أنت اللي بتستضيفيني، فأنا أيوه، النهاردة قايم بدور قلبنا المذيع. الأدوار. فأنا مش عارف يا ترى أنا مذيع كويس ولا نص نص ولا لأ، إيه. ما أنت مش مذيع بس، ده أنت مذيع ودكتوري النفسي اه، وصديق، فأنت ده أنا أخاف منّك. ده النهارده بقى ده أنت عارف كل ما وراء الكاميرا. تخيلي كل ده، وأول سؤال هسأله لك هو أنت مين؟ أنا مين؟ أنا هبة. آمم، زي ما أنت قُلت كده في الintro بتاعك، جمعت بين المجال الطبي والإعلام. رحلتي بدأت من زمان أوي. من وأنا صغيرة كنت دايمًا باحب إن أنا أبقى مميزة. من وأنا لسه طالبة في المدرسة، مش عايزة أبقى مجرد طالبة، لأ أنا عايزة أبقى من الأوائل، عايزة أبقى من اللي بيتكرموا، عايزة أبقى من اللي مسؤول عن متميزة. الإذاعة المدرسية. وفضلت ماشية في طريق التميُّز ده اللي كان بيزُقّني فيه بصراحة كان أبويا، الله يرحمه. الله يرحمه. لحد ما سبحان الله باحب دايمًا إن الواحد يبقى له بصمة في أي مكان يبقى موجود فيه، مش مجرد عابر ده سبيل موضوع وخلاص. الإذاعة ده من زمان، يعني الموهبة دي من قديمة. الطفولة الإذاعة بالضبط، المدرسية. الإذاعة المدرسية، بالضبط. طيب عايزين نعرف إيه الحاجة اللي عملت لِك نقطة تحوّل في حياتِك، الموقف اللي عمل نقطة تحوّل في حياة هبة ياسر؟ حاجات كتيرة أوي البني آدم بيبقى ماشي في طريق وبتحصل حاجة بنلاقي نفسنا اتحولنا عن الطريق. بس في أغلب الأحوال باحس إن إحنا مسيّرين في الدنيا دي مش مخيّرين. الحاجات اللي إحنا مخيّرين فيها حاجات بسيطة أوي. صح. لكن في الأمور العامة في الحياة لأ، إحنا مسيّرين. بتلاقي الدنيا بتتشقلب بيك 180 آه. درجة في ثواني وأنت مش بتبقى حاسب لها. فمرّت بيّا ظروف كتير أوي كانت صعبة. باعتبر رحلة حياتي رحلة شاقة إمم. أوي. إمم. وبعد كل حادثة أو نقطة يعني بعد كل حادث حصل كان بالنسبة لي نقطة تحوّل. طبعًا بدايةً من الثورة 2011 لوفاة والدي 2015 للحادثة الأليمة كانت وفاة ابني الكبير في 2021. وأعتقد هي دي نقطة التحوّل اللي أي حاجة بعدها وأي حاجة قبلها بالنسبة لي تعتبر ولا حاجة. دي غيّرت فيكِ إيه؟ إحنا عرفنا إن هو توفى في عمر الشباب، كان في آه. كُلّية تقريبًا أو في كان لسه داخل كلية طِب. في أولى كُلّية. كنت فرحانة جدًا كأي أم طبعًا ابني الكبير. وكان مش مجرد ابني الكبير، كان هو صاحبي، كان الbackbone زي ما بيقولوا بعد والدي، لإنه كان راجل أوي. عارف أنت لمّا يقولوا إنه في حد بيبقى ابن موت، اللي هو بيبقى كل حاجة حلوة؟ اهم. من وهو صغير هو كان بيدّيني السعادة بس، يعني متفوّق دراسيًا، رياضيًا بطل جمهورية سباحة، أخلاقيًا، يُعتمد عليه. حتى وفاته كانت تليق بيه، اللي هو اتوفى يوم الجمعة في رمضان. لو شُفت
ال الصلاة عليه، ولو شُفت كلام الناس عنه حتى الآن، تعرف إن هو اتكرّم في حياته وبعد وفاته. الموضوع ده غيّر فيكِ إيه؟ يعني اتغيّرتِ إزاي بعده؟ أو بُص، الموضوع ده على قد ما هو طبعًا ابتلاء صعب جدًا، ما أقدرش أتكلّم عنه لإنه ما يتوصفش بالكلام، إلا إن هو وضّح لك حقيقة الدنيا بدري، وده الحكمة اللي من الابتلاء. إنه وضّح لي إن الدنيا مش زي ما إحنا فاكرينها وبنجري وراها، لأ هي سراب، هي كلّها إلى زوال. يمكن إحنا بنبقى شوية بنجري ومشغولين وشغل وسفر وما بنفكّرش أوي، إحنا عارفين إن في آخرة وعارفين إن في بس موت. مش مهتمين أو عندنا بالضبط، أمل وكده. بس ماشيين ورا الجري ورا الأحلام والأهداف. اهم. لكن لمّا يحصل حاجة زي كده فجأة بتبدأ بتبدأ توقّفك على هي دي الحقيقة، الموت هو الحقيقة الوحيدة اللي في الحياة، فبتبدأ تراجع نَفْسك في كل حاجة، في علاقاتك، في تصرفاتك اللي فاتت واللي جاية، في نظرتك للحياة. أنا بقت نظرتي للدنيا إن الدنيا دي حاجة صغيرة أوي، ما بقِتش بتفرق معايا. بقيت إن أنا باشتغل، بأدّي واجبي، بأدّي دوري، لكن ما عادش في اللهث بقى إن أنت بتلهث وراء تحقيق الأهداف لا، 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 بقى لأ. في هدوء أو القلب جدًا، هادي مش مستعجل، لم شايف لأ، إن يعني ليك نصيب في حاجة هتيجي، بنسعى وبنجتهد ده ما فيش فيه كلام بالعكس، لكن ما بقاش في التكالُب على الدنيا أوي زي الأول. وحاجة كمان بقيت استفدتها طبعًا من الابتلاء الصعب ده، إنك ما تتعلّقش بأي شيء زائل، صح. أي شيء مادي. يعني المادي ده مش فلوس، المادي ده العمل، المادي ده البني آدمين، المادي ده المادة، المادي ده أي حاجة زائلة إلى إنسان، زوال. بشر. بالضبط، كُلّه إلى زوال. يعني أنا كنت متخيّلة إن والدي وفاة والدي دي أكبر حاجة، آآ انفصال أكبر حاجة، أي مشكلة في الشغل أكبر حاجة، لكن لمّا حصل إن عُمر ابني اتوفّى، دي أكبر حاجة حصلت لِك تقريبًا. هي الدين نفسه قال إن مصيبة الموت آه. وكمان فقد الأبناء، يعني قدتم ثمرة فؤادي. ثمرة فؤادي يعني اللي بالضبط، هي فأنت بتيجي بتحس إنه الدنيا ما نجريش ورا كُلّه إلى زوال، تتعلّق بالباقي فقط اللي هو ربنا. صح. آه. استقبلتِ الموضوع إزاي؟ كواليس الموضوع حصل إيه؟ آمم، كأن ربنا كان بيهيّأني قبلها بفترة بشكل غريب. أنا من قبلها بفترة ما أعرفش ليه كنت دايمًا باقرا وباسمع وباشوف يعني فيديوهات بتاعة أطباء نفسيين ومشايخ اللي هم أسلوبهم خفيف شوية، وسيم يوسف، عمر عبد الكافي، الناس اللي هي بتبقى أسلوبها قريب مننا شوية كتير. كنت دايمًا باشوف إزاي البني آدم يتعامل مع الفقد، بس أنا عمري ما كنت أتخيل إنه فقد الأبناء. كنت دايمًا في دماغي فقد المشاكل بتحصل في الشغل، الانفصال، الحاجات دي كلّها، إن إزاي البني آدم يهيّأ نَفْسه لمّا يفقد حاجة عزيزة عليه أيًا كان. وأفتكر قبل وفاة عُمر بحوالي 3 أسابيع، كان في حاجة كنت راجعة من المستشفى وشُفت فيديو لعُمر منتصر، بيقول عمرو منتصر، بيقول هو مش كلامه، هو كلام الدين يعني، بيقول إن إحنا في رحلة الحياة كده، كده هنُختبر، يا نُختبر بابتلاء والمفروض إن ربنا هيشوف إزاي هنصبر ونحمد ربنا عند الابتلاء، أو نُختبر بنِعَم ونشوف إزاي هنحمد ربنا ونحسن استغلال النِعَم دي. فالpost ده عجبني جدًا لدرجة إن أنا عملت له share. وأول يوم رمضان كنت قاعدة مع والدتي الله يرحمها وقُلت لها: "أنا حاسة إنه هيحصل لي ابتلاء جامد أوي، بس أنا مش عارفة هابقى قدّه والّا لأ." فقالت لي: "ليه بتقولي كده؟" قُلت لها: "ما أعرفش، أنا سمعت الشيخ عمر عبد الكافي كان بيتكلّم في كذا، وفلان كان بيتكلّم في كذا وبتاع، بس أنا حاسة إنه أنا هيحصل لي ابتلاء جامد أوي، بس مش عارفة هابقى قدّه والّا لأ." فلقيتها بتقول لي: "ما تذكريش الحاجة اللي مش كويسة، وعمومًا يعني إحنا كنا هنتجمّع نفطر عندها يوم الخميس، قالت افطروا وخلاص وحاولي تقللي الخروج والتجمعات." خافت.
ورُحنا الخميس علشان خاطر إن إحنا نفطر مع بعض واخواتي وكل العيلة متجمّعة، وكان يوم فيه سعادة وبهجة غير عادية، وكان عُمر ابني راجع من الكُلّية، وكان عنده طاقة رهيبة وسعادة فظيعة في التجمُّع ده، لدرجة إن أنا كنت عمّالة أقول له ما تاكلش خِف أكل شوية عشان أنت عندك بطولة الشهر الجاي، هو سبّاح، كنت عمّالة أقول له ما تاكلش حلويات كتير وبتاع علشان خاطر إيه، تحافظ على جسمك يعني. فبقى مامتي تقول لي سيبيه براحته وهو يقول لي سيبيني براحتي وكده. وبعدين كُلّنا بعد الفطار قعدنا شوية وافترقنا كده، وهو خرج مع أصحابه وكل واحد خرج. الساعة 12:00 وشوية باكلّمه أنت فين، كان والده راجع من الشغل يشوف مامته، كانت مامته في المستشفى تعبانة، قال لي: "أنا خارج مع أصحابي وبتاع." كنت متعصبة عصبية غريبة جدًا، وكنت متعصبة عصبية فظيعة جدًا، كان الخميس بقى بالليل دخلنا في الجمعة. قُلت له: "أنت فين؟ عايزة أعرف أنت فين، علشان باباك جاي ولازم أعرف أنت فين." فبيقول لي: "يعني هترتاحي لو عرفتِ أنا فين؟" قُلت له: "أيوه، لازم أبقى عارفة أنت فين، افرض جرى لك حاجة وأنا ما أعرفش أنت فين." فراح قال لي: "يا ستي أنا في المكان الفلاني." قُلت له: "تمام." روّحت وأنا جوايا قلق غريب، في غريب، قلبِك حاسس إن في في حاجة. حاجة هتحصل. فتحت ومش فاتحة social media وقاعدة كده، بافتح الواتساب لقيته منزّل status بصورته، كانت الساعة قرّبت على 02:00. آآ كان كاتب فيها إيه؟ كان كاتب تذكّر أخوك بكلمة مبهجة، كان كاتب تذكّر أخوك بكلمة مبهجة. هو كان حاسس بحاجة؟ فأنا استغربت أوي إيه اللي هو كاتبه ده، بس ما كلمتوش. بعدها 10 دقايق يمكن حاجة كده، لقيت أخويا الكبير بيكلمني وبيقول لي إنه هو إن في حادثة كبيرة وإنه عُمر في الحادثة. طب في إيه جرى له إيه؟ ما كنا خلاص بقى دخلنا في الجمعة. طب في إيه، حصل إيه، جرى له إيه؟ قال لي: "أنا مش عارف حاجة، أنا كل اللي عرفته إن في حادثة كبيرة وإحنا في المجمّع الطبّي." ومش عارف إيه. آآ أنا جوايا يقين إنه اتوفّى، مع إن أنت في المواقف دي دايمًا بيبقى عندك أمل صح. إنه إن شاء الله، بس أنا بُص أنا إمم، واحدة دي، جوايا دي بس. خَلْط في المشاعر، اللي هو أنا بادوّر على أصحابي الدكاترة علشان يسبقوني، عشان إحنا يوم جمعة هنلاقي دَم، هنلاقي دكاترة، حادثة كبيرة. بُص أنت دماغك في إن حادثة، فأنت بتدوّر على تلحق، إحنا يوم جمعة. و الناحية التانية أنا من جوايا يقين إنه هو توفّى، أنتِ حاسة من الأول. حاسة. المسافة بيني وبين المستشفى آمم، ما تجيش 10 دقايق، 5 دقايق. كنتِ بتدوّري على دكاترة أو بتكلمي الناس بقى اللي هم في كلّمت مديري وكلّمت دكاترة صحابي إنه يسبقوني ويكلّموا الناس، عشان أنا طبعًا كنت متلخبطة جدًا، يشوفوا دَم، يجهّزوا الدنيا على ما أروح، أنا مش عارفة الحالة أصلًا. ولمّا وصلت على باب المستشفى يعني أنا ال10 دقايق دول أو أقل مش عايزة أقول لك مرّوا عليّا إزاي، أنا كنت طبعًا. بمُعدّل باتصل بوالده طب طمّني يقول لي مش عارف حاجة، أخويا مش عارف حاجة كده. أمّا وصلت عند باب المستشفى، أنا داخلة باقول للأمن أنا عارفة إن في ولدين في الحادثة، هو عُمر منهم والتاني موجود، فأنا باقول له: "أنا مامة الولد المتوفّي." أنا باقول له كده. فقال لهم: "سيبوها تدخل." وبتاع. أنا ما أعرفش ليه أنا قُلت كده، بس أنا جوايا أنا عارفة إنه راح. دخلت الطوارئ يعني أنا داخلة من ورا الباب الإزاز بتاع الطوارئ كده، وأنا شايفة كُلّه بيحُط إيديه على وشه، المنظر صعب أوي بصراحة، ما باقدرش أفتكره. وأنا داخلة يعني بابُص لهم، اللي هو يا رب اللي أنا فيه ده يبقى حلم يعني، اهم. ووالده بيقول لي: "لله ما أعطى ولله ما أخذ." اللي هو آآ ده بيكلمني أنا! يعني الكلام ده
متوجه ليّا أنا، أنت عارف أنت في حلم، إمم. في كابوس مش مش حلم، قادر واللي هو تستوعب إزاي أو كل ده حصل اليوم اللي أحداثه ده وقبل الفطار راكب معايا العربية، رُحت جِبته وبيقول لي هو الوفاة كانت 16/4 هو عيد ميلاده 28/4 فراكب معايا قبل الفطار اليوم ده، وهو بيقول لي: "أنا حاسس إن عيد ميلادي السنة دي هيبقى مختلف أوي." فباقول له: "أنت نِفْسك في إيه؟" لقيته بيقول لي: "مش نِفْسي في حاجة معيّنة." قُلت له: "لأ، قُل لي نِفْسك في إيه أعمله لك." قال لي: "مش عايز حاجة، بس أنا حاسس إن عيد ميلادي ده هيبقى مختلف." سبحان الله. تمام، أنت بقى ده بقى بتراجعه، يعني أنت بتراجع الكلام بعد الموضوع تحس فيه حاجات غريبة، فأنا حسيت إنه بيوجه لي الكلام بس في حاجة غلط، فبصيت لأخويا باقول له: "هو بيكلمني أنا؟" وخدت بعضي في مشهد بُص تحس كده أنت بقى دكتور نفسي وممكن تفهم، أنا بدأت في عملية إنكار، صح. فبارجع بالزمن، أنا خدت عربيتي ومشيت، أخويا الصغير بيقول لي: "أنتِ رايحة فين؟" قُلت له: "أنا راجعة البيت رايحة لولادي." ده بعد ما كنتِ في المستشفى أنا سِبتهم في المشهد ده وروّحتِ؟ ومروّحة، أنتم ما لأ أنا بارجع، أنا مش عايزة أنا أكمّل، عايز أرجع أنا عايزة شوية في عايزة الزمن، مش أرجع، أنا قادر مش عايزة أتقبّل أكمّل، ده. بالضبط فركب جنبي وأنا ماشية هو نَفْسه بيقول لي: "أنا بقيت خايف ومش فاهم أنتِ لا بتعيّطي ولا بتصوّتي ولا أي حاجة وسايقة وراجعة على البيت." وهو ساكت جنبي مش فاهم يعني هي مالها، لحد ما وصلت عند البيت بدأت تاني أرجع للحقيقة. أتاري بقى هو كل ده بقى السوشيال ميديا كتبت لإن هو عُمر توفّى في الحال، إمم. عُمر arrested يعني هو عربية خبطته من ضهره، فكانت عربيتين بيتسابقوا، إمم. فالسرعة كانت عالية جدًا، فهو خبطته من ضهره، فهو اتنطر على العربية فالhead trauma عملت arrest يعني الخبطة كلّها كانت فين، في المُخ. الدماغ بالضبط، فبيحصل head trauma راح إيه، عملت arrest على طول، ووقع على الأرض، كان ساعتها اللي عرفته كان في 4 دكاترة أصحابي كانوا طالعين من الجامعة، كان ده قدّام طوارئ مستشفى الجامعة الجامعي على طول، كانوا طالعين يجيبوا سحور لقوا الحادثة، حاولوا يقوّموه ما قامش، يعني هُم طلعوا في المشهد ده إن هو arrested مش حاجة تانية، حاولوا يقوّموه ما قامش. أخدتِ وقت كتير في الحالة دي على ما فُقتِ منها وتعافيتِ؟ لأ، الحالة اللي هي الإنكار؟ إنكار لأ، الإنكار دي كانت لحظة اللي هي المستشفى، لكن لمّا وصلت عند البيت ولقيت ابني الصغير بيقول لي كان بدأ يقرا أو حد قال له، الكلام ده كله كان في نُص ساعة، فبدأ يقول لي: "هو فين، عمر فين، أنتِ كنتِ فين؟" وأنا مش عارفة أقول لهم إيه، لإن بنتي شافتني نازلة أجري وابني فلقيته باقول له إن عمر مات، إزاي، أنتِ بتقولي إيه، فاهم؟ الله يرحمها. فكانت عارف لحظة فظيعة آآ مهما وصفتها لك هي ما تتوصفش، وكان سبحان الله بيبقى ربنا برضه فيه لطف، قبل وفاته هو اتوفى في شهر 4 في شهر 2 قبلها بشهرين حصل له إصابة في ضهره. ف قعد في البيت شوية ممنوع من الحركة، لحد ما حصل له شرخ في الفقرات المستعرضة، فاحتاج إن هو ينام على ضهره، فأنا كنت مشفقة عليه جدًا من الإحساس ده، إن هو شاب قوي بينزل gym بيعوم، فنومته كانت مأثّرة عليه نفسيًا، فكنت أقول لأخوه الصغير اسند أخوك قوّمه يتعلق في رقبتي عشان يقوم، فكنت مشفقة عليه أوي، أوي من النومة، فلمّا جيت بعد كده قُلت تخيّلي لو كان عُمر عاش بعد الحادثة بإعاقة، سبحان الله. كانت هتبقى وقعها النفسي صح عليه طبعًا، إيه، مؤلم. وعلى كل اللي حواليه، مش هيتحمّل الإحساس ده، ولا إحساس اللي حواليه، الشفقة أنت اللي عارف إحساس حواليه. إن اللي قدّامك هو بيdeteriorate كده صح. واحدة، واحدة، فبقيت عمّالة أقول إنه برضه ربنا لطف بيه، حتى الولد اللي كان معاه بيقول لي: "أنا عُمر آخر كلمة قالها الحمد لله." قُلت له: "إزاي يا يوسف، يعني سمعتها إزاي؟" قال لي: "هُم كانوا عربيتين بيتسابقوا." الأولى عدِّت بسرعة أوي، فعُمر قال: "ياه! الحمد لله ده كان هيخبطنا." راحت جاية التانية.
يوسف ده ما جرالوش حاجة، كانوا معدّيين في الطريق هُم الاتنين؟ كانوا راكبين scooter إمم. وماشيين، فما شافهمش، هُم بيتسابقوا، فباقول لك كان في شبورة غريبة اليوم ده. أها. فيوسف ما جرالوش حاجة، سبحان وعمر الله. سبحان الله وعايزة أقول لك إنه كل حاجة طلعت من الحادثة سليمة، نضارة سليمة، موبايل سليم، كل حاجة سليمة. دي أقدار سبحان الله، ربنا يرحمه. بقيت أنت لمّا حتى تشوفه هو مش باين عليه حاجة، يعني الناس كانت بتقول حادثة عظيمة زي ده المفترض يبقى البني آدم متبهدل، اتكسّر. خالص. هو لدرجة كنت باقول لمديري هو عناية مركزة أصلًا، فبقيت باقول له: "طب حاول أنت تقوّمه، أصل أنا مش شايفة حاجة." فاهم؟ يعني هو ما ما فيش، فيش حاجة باينة. هو arrested بس كده. ف هو أكيد سامعنا أو بيسمعِك دايمًا، تحبّي طبعًا. تقولي له إيه دلوقتي؟ آمم ولو كان موجود كان ممكن تعملي له إيه دلوقتي؟ لو كان موجود كانت حاجات كتيرة أوي متغيّرة، بس هو كان بصراحة كان عمر هو سبب السعادة في حياتي وهو عايش، وأي حاجة، أي خير جالي بعد وفاته فهو السبب فيه برضه. يعني أي حاجة بتحصل لي دلوقتي بسبب عمر. إزاي؟ إزاي؟ آمم أولًا الناس آآ يمكن حبّتني بسبب عمر أكتر، قرّبت منّي بسبب عمر أكتر، عرفوني بسبب عمر أكتر، لإن كانت الحادثة كانت مأثّرة في الناس كلّها، شاب زي الناس كانت كده، بتحبه أنا كان شُفت محبوب كمية جدًا، حُب. بالضبط. لمّا بدأت أرجع للchat بيني وبينه بعد وفاته، عمر كان زي ما باقول backbone بالضبط، كان بيشجّعني أوي، لدرجة لمّا جيت في فترة قُلت له: "أنا تعبت من الشغل وبافكّر أقعد وكده." كان بيقول لي: "اوعي." كان يشجّعني في كل حاجة، يقول لي: ما شاء "جو." أنا كان ياخد صورتي من التلفزيون ويقول لي: "أنا so proud بيكِ وكمّلي واوعي تسيبي شغلِك وأنا في ضهرِك." أفتكر لمّا انفصلت ما كانش حد يعرف من ولادي، ورجعت البيت لقيته قدّامي، فقُلت له: أنا انفصلت أنا وباباك وكده." كنت لسه راجعة، فأخدني في حضنه وقال لي: "ما يهمكيش أنا راجلِك وأنا في ضهرِك." شاء الله. الكلام ده قبل وفاته بحاجة بسيطة. ف فقدت إيه، فقدت الدعم، فقدت الحنيّة، كان حنون أوي، كان بيعرف يحب، كان بيعرف يعبّر عن حُبّه مش بيعرف يحب، في الناس كلّها بتعرف تحب، بس في شخص بيعرف يعبّر عن حُبّه، هو كان الشخص ده، اللي كان يعرف إزاي إيه الحاجة اللي بتبسطك فيعملها، لو بتتبسطي إن أنا achieve حاجة أنا هاعمل. كان مميز إنه تحطّه في أي حاجة بيachieve ما شاء بيحقق. الله. زي ما بيقولوا ابن فدي موت تقريبًا حقيقة، يعني. دي حقيقة. عيد ميلاده بيعدّي عليكِ إزاي؟ يعني يوم عيد ميلاده ويوم عيد يوم وفاته، بيعدّوا عليكِ إزاي؟ آمم، بُص أول هو اتوفى سنة 21 من 3 سنين. طبعًا رمضان مرتبط معايا بوفاة عُمر، لإنه متوفي 4 رمضان، مش باحسبها أيوه، ميلادي، الذكريات هي بتيجي فرمضان بالنسبة لي بيبقى مؤلم أوي، أوي، أوي. أول ما عمر اتوفى، كنت باقعد دايمًا أشغّل وهو كان بقى في حاجة غريبة جدًا، كان بيوثّق كل أحداث حياته بالصور والفيديوهات، كان شخص فوق العادي، يعني لو بياكل يصوّر نَفْسه وهو بياكل ويبعت لي الفيديو، أنت فين يا عمر أنا في الgym مش يقولها لي أنا في الgym، أنا في الgym أهو. يصوّر نَفْسه وهو treadmill مثلًا ويبعت لي، أنا باعوم، أنا باكل، أنا باطبخ كذا، أنا في الsection، أنا مش عارف إيه، موثّق أنتم صحاب أوي. أوي. موثّق كل حاجة في حياته أجمل علاقة دي الصداقة بين الأب جدًا، وابنه ما أو عشان الأم كده أنا وابنها ما فقدتش ابن، آه. فهو كان موثّق كل حاجة في حياته بشكل أنت تستغربه، كل حاجة، ده لو صحي الصبح لقى عنده برد بيصوّر أنا بردان أنا أعمل إيه، يبعت لي، لو يبعت لي بُصّي في قشرة في شعري أعمل فيها إيه، بُصّي كذا أعمل إيه، بُصّي أشتري ده والّا ده، لو في الfitting room يصوّر لي نَفْسه أجيب الsweatshirt ده والّا ده، أعمل ده والّا ده، فحياة، حياة،
من ساعة ما بيصحى يقول لي صباح الخير، وننزل نعوم من الساعة من بعد أذان الفجر لحد ما نسلم بالليل. شوف شاء الله. يعني ننزل نصلي الفجر وننزل نعوم بس لحد بالليل، لمّا حياة بتفتكري متوثقة. الذكريات دي بتستمتعي بيها والّا بتألمِك أكتر؟ يعني بتبقي فرحانة آمم، وبتفتكريها والّا بُص، بتبقى حزينة عليكِ؟ من أكتر الحاجات اللي مريحاني نفسيًا من ناحية عُمر، إن أنا عمري ما زعّلته ولا حسيت إنه زعلان منّي، علاقتنا كانت صحوبية زي ما أنت بتقول، إن أنا أدّيت واجبي معاه. كل حاجة كنا بنعملها مع بعض، ما عنديش حتّة الندم اللي بتبقى عند ناس ساعات يقول لك يا ريتني قضّيت معاه، يا ريتني ما كنت عارف إن بُكرة مش هاشوفه فكنت قعدت معاه أكتر، لكن أنا باقول لك لحد قبل ما يتوفى بساعتين وأنا بنفطر سوا وأنت رايح فين وجايباه من الجامعة بتسهر فين، كل حاجة. فاستمتعت بال20 سَنة، كان نِفْسي يستمروا أكيد، كان طبعًا. نِفْسي السنة دي أشوفه بيتخرّج مع أصحابه أكيد، لكن ما أقدرش غير إن أنا أقول دي بقى حقيقة الدنيا، إن كُلّنا إلى زوال وما هي إلا فروق توقيت، مين راح قبل مين؟ صح. إحنا مش بنبقى عارفين. النقطة المهمة اللي معظم الناس حتى أنا باشوف على صفحتِك تعليقات كتير، إمم. الناس مستغربة أنتِ إزاي كده أو بتواجهي وقوية والتلفزيون وحلقات وبتاع، وعندِك ابن فاقداه، هُم تقريبًا متخيلين إنِّك المفروض تفضلي حزينة طول عمرِك. النقطة المهمة أنتِ إمم. إزاي اتغلبتِ على ده؟ يعني دي حتى نصيحة للفقد، لإن أصعب فقد فعلًا فقد الابن، يعني طبعًا. فقد الأب بيبقى خلاص يعني حاجة طبيعية، اللي أيوه. مش طبيعي فقد الابن. أنا كنت باقولها إزاي لأمي، كنت باقول لها أنا عايزة أسيب لولادي ذكرى يفتكروني بيها، بس ما كنتش متخيلة إن ده الموضوع اللي هيتقلب، هيحصل؟ إن العكس اللي هيحصل. إزاي اتغلبتِ على ده؟ لأ ما اتغلبتش، واللي يقول لك تغلب وتخطى ده كذاب، ما فيش الكلام ده. فعلًا؟ لأ، أنت نَفْسك دكتور نَفْسي وعارف، أنت طبيب، أنت مش أنا عايز أسمع تجربتِك، احكي لها أنتِ زي لأ، ما أنتِ أنا عايزة. أنا باستغرب التعليقات. أولًا التعليقات في ناس أنا باصنّفهم مرضى نفسيين، دول محتاجين يتعالجوا لإن في تعليقات بتبقى صح، قاسية صح، كتير. باشوفها. آمم، أنا باشوف ساعات وبادخل أستغرب، هو المفروض أرُد إزاي على قدر دول يكتب ده؟ يعني يقولوا مثلًا هو أنتِ مثلًا داخلة تضحكي في فيديو أو إمم. بتعملي حلقة، طب المفروض أطلع أعيط، أنت يعني مش ولو طلعت تعيّط هتبقى أنتِ بتحاولي تستعطفي، يعني واحد امبارح آه. أنا باحب كل يوم جمعة أنزّل دعاء لابني عشان الناس تدعي له، أنا باحس إن أنا الصفحة دي حاجة جزء طبيعية. كبير منها إن أنا باحب الناس تدعي لابني وتدعي لأمي وتدعي لأبويا، فأنا كل يوم جمعة بانزّل يوم الجمعة ورجاء الفاتحة والدعاء لعمر ابني، فواحد مثلًا امبارح بيقول لي: "أنتِ مش هتبطّلي بقى تقعدي تستعطفي الناس بالموضوع ده؟" طب يعني روحي امشي من اتعالجي، عندي، أنا اللي اقفل أتعالج، وامشي من عندي أستعطف ليه؟ ما هي حقيقة فعلًا إن أنا أقول للناس ادعي يعني لابني أنا شخصيًا يعني بانزّل كل سنة بوست لوالدي في ذكرى وفاته بكلام جميل وبافتكره مثلًا، والناس كتير بتدخل بالضبط، تدعي له ده يعني. الناس بيقولوا لي إحنا حبينا عُمر من كلامِك عنه، لإن أنا قعدت أول شهور وفاة عُمر أحكي عنه بس، لإن في ناس ما كانتش تعرف إن عندي ابن كبير، أنا ما كنتش بانزّل صح. حاجة عن أولادي خالص، ففي ناس اتفاجئت لمّا حصل الوفاة بقوا يقولوا ده ابنها والّا أخوها والّا ده مين ما كانوش يعرفوا حاجة عن حياتي الشخصية، فبقيت باحكي لهم مين عُمر ده اللي أنتم ما تعرفوهوش، لأ أنا شُفت حُب ف الناس عندِك، أصحابه اللي لسه آه، بييجوا لِك على طبعًا. طول والناس كتير جدًا ما شاء الله، هو نَفْسه كان شخصية وكان محبوب. جدًا، جدًا، كان social أوي. آمم، تخطّيت ما فيش حد بيتخطّى ألم، ما حدش بيتخطّى فقد، ما حدش بيتخطّى وجع، ما حدش بيتخطّى مرض نفسي وأيام سهر علشان يحاول يتناسى، طب إحنا عملتِ إيه أو تقدري بنتناسى تنصحي الناس ونتعايش لإن الدنيا مكمّلة. النهارده عملت إيه، النهارده إحنا عندنا مسؤوليات ورانا ما حدش هيشيلها لو قعدنا في البيت. عندي أولاد تانيين كان لازم أحسّسهم في وقت من الأوقات إن الدنيا مكمّلة، هي ادّتنا ألم جامد على وشّنا، صح. بس الدنيا مكمّلة، لمّا ألاقي بنتي الصغيّرة تطلب منّي إن كفاية أسود، بلاش تشتري أسود تاني. وفاة عُمر، عُمر ما كانش أخوهم، عُمر كان صح. بيتعامل معاهم كإنّه أب، صديق أو أب لأ أب، أب. عُمر كان كان الكبير. كان الكبير. كان بيجيب أخته الصغيرة دي يقعّدها جنبه على السرير ويدّيها سماعة من السماعات ويقعدوا يسمعوا سوا ويعلّمها كل حاجة، يقول لها تعالي يا دودو أجيب لِك كذا وأجيب لِك ما شاء كذا الله. وأجيب لِك كذا.
لمّا اتوفى اكتشفت إن هو عاين لهم في المكتبة في أوضته الحاجات اللي أنا باقول ما تجيش، الnoodles والchips والحاجات دي والchocolate جايبها لهم من ورايا وعاينها. فهو ما كانش بالنسبة لهم وبالنسبة لبنتي تحديدًا الأخ، كان الأب الحنون الصاحب، فكانت شايفاه hero إن عمر ده بيعرف يعمل كل حاجة، وكانت هي صغيرة. فكان لازم إن أنا يعني أحسّسهم إنه هي الدنيا خدت مننا حاجة كبيرة أوي، أوي، كان لازم بس تستمري إحنا عشان مكمّلين. ما يحسّوش بالفقد، يعني أنتِ مستمرة وده عمل اضطراري. وده عمل load نفسي عليّا رهيب، يعني إن أنا بقيت حتى مش قادرة إن أنا أعيّط علشان أولادي، فبقيت لمّا بابقى عايزة أفرّغ مشاعري السلبية أنا باضطر أنزل من البيت، آخُد عربيتي، أبعد علشان أقدر أطلّع المشاعر دي تعيّطي لإنه لوحدِك؟ بعيد؟ لوحدي. فحتى مرحلة التعافي أو ال مرحلة مش التعافي، مرحلة الصدمة نفسها أنا ما عرفتش آخُدها، ما عرفتش أحزن. ما كانش في رفاهية إن أنا لا ما يعني عنديش عشان رفاهية الناس إن أنا التانية المسؤولين منِّك. بالضبط، يعني أنا والدتي كانت حبيبتي، كانت في واحدة حتى وصّتني عليها قالت لي: "والدتِك ولها ولين، حفيدها آه طبعًا. وبنتها، إن هي شايفاكِ قدّامها." فحتى أمي ما كانتش بتعيط قدّامي، كنت أدخل تقوم ماسحة دموعها وقاعدة. فأنا ما بقاش عندي غير إن أنا إحنا في أقاوم، رمضان، أقاوم. فإحنا بنصوم وبنقعد على السفرة نفطر، بس عمر مش قاعد معانا لإنه اتوفى رابع يوم رمضان، فإحنا تخيل مكمّلين رمضان من غيره، بس لازم هنعيش. هي الدنيا خدت مننا حاجة كبيرة أوي، بس إحنا مكمّلين، ويا عالِم مين هيروح قبل مين، لإن إحنا كده سلِّمنا بالحقيقة، إحنا وارد جدًا الصبح حد فينا برضه ما صح. يبقاش موجود. يعني أنتِ حطيتِ مشاعرِك جوّه قلبِك بس استمرّيتِ في الحياة بالشكل الظاهري، أنا مكمّلة، طبعًا، بس إنّما مشاعرِك جوّايا. بوجع رهيب. يعني الناس ساعات بتستغرب أو ما بتفهمش الموضوع ده، لأ، وفعلًا هو بيبُصّوا المرض للظاهر، أنتِ النفسي ده بتضحكي، هو أنتِ بتضحكي ليه ده ابنِك ميت، طَب يا جماعة. المرض النفسي ده أسوأ شيء في الدنيا، المرض النفسي ده هو أسباب 3/4 الأمراض العضوية دي حاجة، ولكن الوجع والألم النفسي أصعب بكتير من الألم العضوي، صح أصعب طبعًا. بكتير، إنك بتبقى من جواك مشاعر مختلفة تمامًا عن اللي أنت مش عارف بتظهره، تعمل ومش إيه عارف بقى، تعمل إيه، حلّها إيه؟ آه. ولا قادر تاخد علاج، ولا قادر تعمل أي حاجة غير إن أنت مُجبر على التعايش والتناسي، مش أكتر. يمكن تجربة الفقد دي برضه أنا اتعاملت معاها بشكل قريب منِّك، أنا فقدت والدي، بس أنا فاقده وأنا كبير مثلًا 26 سَنة وكنت لسه آه، متخرّج، فاللي هو أنا اتخرّجت وخلاص، فعايز بقى إيه، أبدأ أرُد له اللي عمله، أنا لسه متخرّج طازة أيوه، وبتاع، فيا دوب مات وتوفى. وكانت برضه أختي الكبيرة، فإحنا عايزين بقى نبدأ نرُد الدين للناس اللي تعبت دي، هو كان أيوه. مُدرِّس، فظروفنا كانت يا دوب بسيطة ابني بقى جدًا. دكتور واتخرّج اللي وكده. هو المُرتّب كان بيخلص أصلًا أول ما يقبضوا يدّوه لنا أنا وأختي، فيقضّوا الشهر إزاي؟ أنا الحاجات دي ما كنتش باشوفها أو باخد بالي كانوش منها، بيحسّسونا مش أصلًا كانوا بالحاجات دي، بيحسّسونا. آه. فلمّا اتخرّجنا عايزين نبدأ نعمل حاجة، فوالدي توفى، فأنا اللي هو أنا اتجنّنت كده، اللي هو هاعمل إيه؟ هو المفروض طيب أعيش إزاي بعده وبتاع. زي ما أنتِ قُلتِ كان الوفاة دي كانت حافز أو داعم ليّا إن أنا أتحرّك أكتر وأقوى وأسرع، إن أنا أبقى حاجة كويسة عشان تعبه، أفيده إمم. وأوصّل له ده. فكانت وفاته فعلًا دافع. الحزن كنت باتعامل معاه إزاي؟ إن الحزن ده جوايا برضه ما باطلّعوش، لإن لو طلع مش هينتهي. دايمًا أقول لهم دي دايرة غامقة، آه، لو آه. دخلت فيها مش هتعرف تطلع، دايرة صح. الاكتئاب والحزن دي أيوه. آه، فكنت أنا باحاول زي ما أنتِ قُلتِ كده أحطّها جوايا في دايرة مُغلقة وما أطلّعهاش، بس إمم، باطلّع السعي والكفاح والاستمرار وبس، بس الحزن جوايا. وكل خطوة كنت بانجح فيها أو ربنا بيوفّقني فيها، ياه! لو كان بابايا موجود دلوقتي آه، معايا دي حقيقة، وكان يفرح بيّا وبتاع، بس خلاص دي حُطّها جوّه صندوق الأحزان وكمّل. دي حقيقة. فهو تقريبًا في تشابه التعامل مع في التعامل الفقد والتعامل مع الابتلاءات والتعامل مع الصدمات، ما أقدرش أنسى برضه دورك كطبيب نفسي طبعًا وكصديق، يعني دور أنتِ كتير من صحابي الأطباء والمعالجين النفسيين، أنتم كنتم في وقت من الأوقات كنتم داعم جامد جدًا ليّا في إن أنا أطلّع مشاعري السلبية اللي أنا ما كنتش باعرف أطلّعها في الظروف العادية، وإن أنا أتكلّم، يعني مجرّد إن أنا أتكلّم، في أوقات كنت بابقى عايزة أتكلّم، مش لاقية حد أتكلّم صح، أنتِ معاه. عشان فرّغتِ كتير، يعني أنا كنت دايمًا آه، اللي هو بافكّر طب هو أنا هاعمل لها إيه، يعني هاعالجها إزاي؟ دي حاجة مش هارجّع لها اللي راح، دي بس حقيقة. لمّا إحنا يعني لإن أنا برضه متخيّل الشعور اللي أنتِ فيه وحاسّه،
ومتعاطف معاكِ بحكم الصداقة، آه. فالفكرة كلّها طَب المفروض لأ، أنا أحاول أفصل الصداقة وأركّز كدكتور عشان أقدر فكنت دايمًا مش الفضفضة هاقدر والكلام كان مهم جدًا، أصل في طبعًا. ناس بتتعامل مع الأمور دي بإنه أبدأ آخُد أهرب بقى منوِّمات، إمم. مهدئات، أبدأ أهرب من الواقع بس أنسوه. يعني أنا دي لأ، يعني حاولت إن أنا ما ألجأش أبدًا، أبدًا للسكة دي لإنه شايف إن سكة تجربتِك صعبة. من أعظم وأنجح التجارب يعني. أنا كنت في الوقت ده كنت آخدة إجازة من التلفزيون. عُمر اتوفى في 4، في شهر 6 أنا رجعت قُلت لهم: "أنا هاقطع الأجازة، أنا عايزة أنزل الشغل." بعد شهرين، لازم أنزل الشغل. حتى عايزة شغل المستشفى حاجة كنت ماسكة تشغلِك، وحدة اللقاحات بتاع كورونا وكنت شغلي العادي، لكن كنت عايزة بالمعنى الحرفي كده إن أنا أتسحل في الشغل، أشغِل نفسي، صح، أشغِل نفسي صح، أوي، اللي هو أنا أرجع بالليل أنا ما عنديش فرصة أفكّر، أفكّر. صح، في الأول كنت دايمًا أقعد أقرا الchat، أجيب الchat بيني وبينه كنا بيبقى قاعد في أوضته وأنا في أوضتي ونشيّت. وبنتكلم نتchat كان صاحبي باقول لك، أقعد أقرا وأتفرّج على فيديوز وأشوف صور، بعدين اكتشفت بعد فترة إن ده بيبقى استرجاع للأحزان. rememorizing بالضبط. flashbacks وبتاع. فدلوقتي لمّا بقيت باشوف حد منزّل له صورة أو فيديو أنا بقيت بscroll. أنا أي حاجة عارف تحصل لي صعبة في حياتي، أي مشكلة بتحصل لي كبيرة في حياتي مع أي حد دلوقتي، أنا بالاقي نفسي رجعت لمشهد المستشفى تاني، أصعب مشهد في حياتي، صح، اللي هو اللحظة اللي أنا دخلت وقالوا لي: "لله ما أعطى ولله ما أخذ." اللي هي اللحظة الفاصلة في هي دي حياتي. استحالة تنسيها، إحنا زي ما نقول أي حاجة بقى بنحاول بتحصل لي في نتناساها. حياتي بارجع للنقطة دي، باحس إن أنا رجعتوني لنقطة الصفر تاني. بس أظن إن بعد الموضوع ده بقى عندِك قدرة أكبر على تقبُّل المشاكل والصدمات وقوة، بس ما صح؟ عنديش قدرة على تقبُّل الفقد تاني. اهم، ربنا ما يجيبش فقد القوة إن شاء دي الله. لأ، حتى لو فقد صديق، القوة دي ظاهرية زي ما أنت قُلت. هي ممكن تبقى مش قسِّت قلب الواحد، بس صغّرت المشاكل في عين الواحد. ادّت له نضج وقوة، خبرة إن هي بس. صغّرت المشاكل في عين صح، الواحد، إن مهما كان مش هيحصل قد اللي حصل، أنا جِبت level الوحش، إمم. لكن بقيت باخاف من الفقد، خايفة منّه. والفقد مش باقول لك في أي صورة ليه، بقيت حاسة إنه مش حِمل غدر أكتر من الزمن أكتر من فقد اللي صعب، حصل. آه. هو عيبه مش عيبه فعلًا في إحساس الفقد والفراق، أنا يمكن برضه كنت حاسس إن أنا قوي أوي والفقد عادي، من فترة قريبة جدًا شهر 10 اللي فات، إمم. صديق ليّا صديقي أوي يعني، آه. كورة وبتاع وبنلعب سوا وشات وييجي القاهرة أنت فين وهات لي بُن وهات لي، وهات لي، إمم. داخل يعمل عملية في القلب، فأنا متوقع داخل هو جاي على رجليه، جاي سايق عربيته ودخل المستشفى هنا في القاهرة معهد القلب يعمل، وتاني يوم مروّح، فأنا رُحت زُرته يوم العملية، كان طبعًا جوّه العملية فما عرفتش أشوفه، قُلت خلاص أروّح آجي له بُكرة يكون خرج، وننزل بقى نرجع نسافر تاني ونلعب وبتاع. تاني يوم الصبح صحيت كده فقلقت على الساعة 10:00 برضه فاتح الفيس يا دوبك بس لسه فاتح، فلقيت الخبر في وشي البقاء لله فلان توفى. اللي هو أنا مش مصدق برضه هو توفى إيه؟ أنا كنت هاروح له النهارده أشوفه وأعمل إيه والحمد لله على السلامة، هو كان باعت لي برضه يعني أنا رابط الموضوع كان يوم السبت ده كان عيد ميلادي 26/10 هو عمل عملية 28 فكان يوم السبت باعت لي كل سنة وأنت طيب يا دكتور الدنيا جميلة خالص. تاني يوم لقيت الراجل مش موجود في الحياة، فاللي هو أنا قعدت فترة أنا قعدت كده فعلًا على السرير هو ده بجد؟ تعرف وهي بقى ساعتها هل الدنيا اللي أنت لقيت نفسي بتحكي برضه عنها دي ضعيف تاني رجعت وتعبان لنقطة تاني، الصفر تاني، هل تعبان بقى اللي برضه. أنت بتحكي فيه ده آآ يخلّي الناس تعاملاتها في الدنيا باللي إحنا شايفينه؟ ده الدنيا يا الناس جماعة لأ، لأ، مش الدنيا حاسين. أتفه مما أنتم متخيلين، دي رحلة قصيرة. آه، آه، مين فينا بقى يعني كان الشيخ بيقول لي علشان خاطر يعني يهدّي منّي، فكان يقول لي إيه: "هو ابنِك خلّص امتحانه بدري ونجح، إمم، ملا ورقته الحمد بدري." لله طبعًا، بالضبط، أنتِ ما خوف على اللي تزعليش، باقي، خوف على اللي دي النظرة باقي. بقى آه. العميقة ما هو للموضوع، أيوه، ما هو بقى كان من ضمن الحاجات اللي بتهدّيني إيه، أنا مش عايزة أبُص للموضوع في صورة موت وفراق وفقد، هو كده، بس عايزة أشوف الوجه الآخر، حُسن الخاتمة، مثلًا إن حد يتوفى يوم جمعة، صح، رمضان، رايح يصل رحمه ويزور جدته، صلّوا عليه قد إيه في الفجر.
والضهر اللي هي صلاة الجمعة كمان. والناس بتزكّيه وبتشكّر فيه، فما يقول لك حدّش اللي بيصلّي عليه 40، لكن أنت صلاة الجمعة، صلاة الفجر، إمم، إن يبقى رمضان يخلص وعُمر معمول له فوق ال26 عُمرة من ناس ما نعرفهاش، ما يمكن شاء لو كان الله. عاش ما كانش عمل لنَفْسه ممكن، وكان العدد ممكن ده، يعمل حاجة وحشة يعمل حاجة مستقبلًا تانية. الذكرى إن الناس يعني تفتكر البني آدم ب بكلمة كويسة، إن الناس تفتكره، إن دايمًا الواحد بقى يدعي إن ربنا يسخّر لينا من يدعو لينا، إن صح، الواحد ربنا يسخّر له اللي يدعو ليه، فبقيت باحاول إن أنا أشوف الجانب الكويس. إحنا كده كلنا هنموت، صح، ولكن مين فينا ربنا هيرزقه حُسن الخاتمة دي حُب الناس. كان وحُب الإمام أحمد الناس. بن حنبل بيقول: "بيننا وبينهم الجنائز." الجنازة آه، حُب الناس بيبان في بالضبط. الجنائز. فبقيت عمّالة ساعات أفرح من جوايا كده، ييجي لي شعور غريب أقول إيه، هو عمر كان يستاهل ده، يستاهل التكريم ده، صح، إنه يبقى شاب من برافو شباب عليكِ، الجنة، ما شاء الله. علشان ما نعرفش هو لو كان عاش، ما إحنا في غفلة أهو، ما إحنا في يوم كويسين و10 مش دي نصيحة كويسين. نفسية لأي حد يعاني الفقد أيوه، يعني. دي حقيقة، إنك إن تحاول يكون في مكان تشوف. أحسن، نتخيّله في مكان أحسن أو بالضبط، ربنا عايز له حاجة أحسن من اللي بالضبط، إحنا فيها. بالضبط لإن كده، الدنيا فعلًا لقد خلقنا الإنسان في في كبد، أنت كبد. هتعاني. أيوه، طب ممكن لو مُت ترتاح، ممكن طبعًا، آه بس طبعًا، الفكرة كلّها بس اعمل إزاي للساعة وإمتى دي. وفين. آه. طيب لو معاكِ آلة زمن هترجعي ورا والّا تطلعي قدّام؟ لو معايا آلة زمن، لأ هارجع، هارجع عشان حبايبي مش عشان حاجة تانية. معايا حبايبي دلوقتي، بس هارجع عشان أبقى مع حبايبي اللي راحوا، مش عشان حاجة تانية. ما بابُصّش لا للشغل ولا للفلوس ولا الخروج ولا مين اللي أثّر فيكِ تاني غير عمر أو عايزة ترجعي له؟ أقوى حاجات في حياتي أبويا وأمي وعمر. ما الله عنديش يرحمه. أغلى حاجات، كانوا أغلى ناس. وبعدين خُد بالك السنة دي كانت سنة تقيلة، أنا فقدت عمر، وبعده بشهور كانت أمي في نفس السنة. بعد شهور. كانت أمي في نفس السنة، فكانت بالنسبة لي أنا ما كنتش لحقت لسه يعني أقف على رجليّا، فبقيت لوحدي، إمم. يعني بقيت حاسة إن أنا لوحدي. حكيتِ مرّة عن باباكِ، كنا في حلقة في انتصارات أكتوبر، حكيتِ عنه آه، كان عيد ميلاده تقريبًا أيوه، وأهديتِ كان هو تقريبًا في الجيش أيوه. فأنا برضه ما هو بابايا ده حسّيت إن في برضه علاقة بينِك وبين بابايا والدِك ده ما الراجل الأول في حياتي. عارف لمّا يقول لك الأب اللي بيشبّع بنته حنيّة وحُب فبيخلّيها هي مش محتاجة لحاجة من صح؟ برّه، هو كان والدي كده. كان مشبّعني الحنيّة والحنان والحُب، وكان صاحبي زي ما أنا كنت صاحبة عمر. كنت لمّا بيبقى عندي أي مشكلة أنا مش باجري على حد غير باجري عليه هو، وباطلع من القعدة بتاعته بإن أنا مرتاحة نفسيًا جدًا. جميل جدًا. كان supportive بشكل مش طبيعي. فلمّا اتوفّى فقدت ساعتها معنى الدعم، ودي كانت أول خبطة في إمم. حياتي. اكتشفت بعدها إنه دي إن هو بابا كان فعلًا الداعم النفسي والداعم كل حاجة في حياتي. تعالي بقى دلوقتي نروح لفقرة جميلة جديدة كده في اسمها جميل؟ يعني طب حاجات كويس. light شوية علشان إيه، آه. يعني أنا حاسس إنِّك هتطلعي منها حزينة تاني لأ أنا مش حزينة، أنت زي مكتئبة. ما أنت قُلت إحنا بننقل تجربة للناس كتير يمكن مَر بيها وما لقاش حد يساعده. أنا أتمنى آآ الناس تستفيد من آه، تجربتِك. فبنحاول نقول لهم إنه زي ما إحنا قُلنا كده إن دي أقدار. أنا أتمنى التعليقات السلبية الغبية دي تُقف، لإن الناس مش لأ فاهمة. دول مرضى، أنا هاعمل لهم refer ليك على طول. direct. لا direct دول يتعالجوا. إحنا نيجي نجيبهم أيوه. الفقرة دي اسمها مراية هبة، يعني هاحط لِك إمم. مراية نتعرّف عليكِ أنتِ بقى، يعني أنا، إحنا تمام. اتكلمنا عن حاجات أو أحداث في حياتِك، إمم. فأول سؤال قلبِك إيه آه. أحواله دلوقتي، أخباره إيه؟ آآ قلبي، اهم. إمم، موجوع لسه موجوع. طبعًا، أصله ده جرح مش ما هيخف. بتستمتعيش بحاجة من اللي بتعمليها دلوقتي؟ نحتاج علاج نقول فاقدين الشغف؟ مش ما باستمتعش. في فرق عشان الناس ممكن تفتكر إن ده عدم رضا وبتاع. أنا راضية الحمد لله جدًا، جدًا بكل حاجة حتى بالابتلاء، راضية جدًا والله العظيم. وكل حاجة وساعات في حاجات بتحصل لي باقول الحمد لله أوي على بتفرحي الابتلاء. بإنجازاتِك اللي بتعمليها دلوقتي ساعات كده بافرح بس ناقصة حتّة، الفرحة ناقصة. أيوه، بس بتفرحي. بافرح. طبعًا.
بس الحياة اتحوّلت عندي لتحقيق أهداف not more. اهم. خلّصنا دي، يالّا اللي بعده، خلّصنا دي يالّا اللي بعده، كإنّك بقيت بتقضّي وقت أنت عارف إنه مؤقت وهيخلص فبتملاه. اهم. ف لأ مش سعادة مش كاملة أكيد. اللي بيمشّيكِ مين، قلبِك والّا عقلِك؟ لأ عقلي، أكيد؟ بنسبة كبيرة أنا كام في شخصيتي المِيّة يعني؟ لأ أكتر من أكتر يعني نقول 70، 30. 70، 30 يعني عقلانية وبتفكّري في كل حاجة قبل ما تعمليها. آه. ال المكانة اللي أنتِ وصلتِ لها دلوقتي دي كانت اختياراتِك ورغباتِك والّا جات مثلًا بسبب ظروف أو حاجة يعني ما كانتش في خططِك أو الوضع الحالي اللي أنتِ فيه؟ لأ هو ما فيش حاجة اسمها ما كانتش في خططك، يعني أنت دايمًا البني آدم دايمًا إحنا اتخلقنا في الدنيا دي عشان نسعى صح؟ ونجتهد. في بني آدم بيبقى هو شخص ما بيحبش إنه يطوّر من نَفْسه ولا بيشتغل على نَفْسه، اهم. لكن دي مش شخصيتي أنا. أنا زي ما قُلت لك يعني عادي جدًا إن أنا يبقى عندي 20 دكتور زمايلي في المستشفى، في ناس بتدخل وتطلع معاش مجرد دكتور في عيادته وخلّص واتكل على الله. لكن أنا كنت دايمًا حابة إن أنا لأ، أنا باصّة على فوق، من وأنا لسه عيّلة رايحة عندي 23 سَنة، أنا باصّة على الكرسي بتاع الإدارة، هاوصل له إزاي بقى؟ مش بالحظ، اهم. ومش بالواسطة، ومش بالمحسوبية عشان الناس ما تقولش، الواسطة والمحسوبية توصّلك لlevel معيّن بس مش هتعرف تكمّل. صح. هاوصل له إزاي؟ يبقى بالاجتهاد، يبقى بالمذاكرة، يبقى بالتميُّز، يبقى إنّك تحسِّس الإدارة العُليا بإن أنت موجود مش زيك زي ال20 اللي معاك في نفس المكتب، تمام؟ فده أخَد مجهود وأخَد جهد كبير جدًا وأخَد مذاكرة وأخَد سهر أنتِ وأخَد لحد MBA قريب وأخَد بتمتحني إدارة آه. مستشفيات وأخَد ماسترز وأخَد كل حاجة تؤهِّلني للمكانة دي، ده أنا في أعرفِك من أيام المجال دبلومة إدارة إدارة المستشفيات في المستشفيات إسماعيلية بالضبط. زمان أوي. فأنت كنت بتبقى عايز تبقى qualified علشان خاطر تبقى حقيقي. تبقى أها. حقيقي، ما بالضبط. تبقاش fake. ودايمًا ده اللي أنا باقوله لهم، يا جماعة شهادة البكالوريوس في مئات الآلاف معاهم شهادات صح، التميُّز بكالوريوس، بييجي بعد الكُلّية مش بعد قبلها الكلية، آه. الشهادة دي بداية طريق وليس دي نهاية رسالة طريق. للجماعة اللي بيتخرّجوا إن هم آه، يعني أنت بتتخرّج بتلاقي الحياة فعلًا صعبة، صعبة كتير، لازم محتاجة كفاح وسعي. تشتغل على نفسك. لو خيّروكِ بين حقيقة مؤلمة وكذبة مُريحة، تختاري إيه؟ حقيقة مؤلمة. ليه بقى، قلبِك مات والّا إيه اللي حصل؟ ممكن. بُص، هو أنا طبعي من زمان إن أنا يعني مواجهة confronter كده. فباحب إنه لأ، خلّيك في الحقيقة أسلك طريق المستقيم، وخصوصًا إن أنا عندي مشكلة شوية كتير مع الشخص الكذاب. اتعاملتِ معاهم إزاي أو بتتعاملي معاهم إزاي؟ الكذابين إمم. باشيلهم من حياتي زي اللي ماتوا كده. بتشيليهم خالص والّا بتقللي لأ، مكانتهم عندِك؟ لا، لا، لأ، ما هي معنى إن أشيله إن مكانته ما بقتش موجودة. يعني بتقطعي علاقتِك بيه أصلًا. هو ما بالضبط، أصل اللي بلوك، بيكذب ده بلوك، بلوك والّا بلوك، إيه؟ بلوك، اللي بيكذب ده يقدر يعمل كل حاجة. اهم. الكذب ده يعني هو المؤمن لا يكذب. فالبني آدم اللي بيكذب ده يقدر يعمل كل حاجة في الحياة، يقدر يخون، يقدر ي يستغلّك، يعمل أي حاجة تانية بقى. أو بمناسبة الخيانة اتعرّضتِ لها قبل كده؟ في أي صورة؟ أي حاجة، صحاب، علاقات، لأ، خيانة بمعنى خيانة لأ، الحمد لله. صحابِك عاملين إيه معاكِ؟ مهمين في حياتي. حد منهم عمل حاجة زي دي؟ صحابي لأ، بس في ناس عملوا معايا كده غدروا بيّا، خذلوني كده، وبرضه اعتبرتهم في عداد الأموات. بتskip بسرعة وبتتجاوزي يعني اللي هو أنا يالّا، مش تشيليه بالبساطة وتكمّلي. التخطي اللي الناس فاهماها برضه، أكيد بيأثّر فيّا وخصوصًا لو هو شخص قريب منّي، لكن ما باقدرش أتعامل بعد كده خلاص بيبقى بالنسبة لي حاجة وانتهت. أخبار حياتِك العاطفية إيه؟ إمم. في إيه؟ بادوّر على حاجة. آمم، لأ صعبة. ما فيش حاجة حصلت قريب، حد حاول يقتحم قلبِك، أنتِ حسيتِ إنِّك محتاجة ده؟ حد حاول، أكيد حد حاول. محتاجة، أكيد محتاجة، ما إحنا مش هنبقى خارج إطار أنوثة الطبيعة، يعني يعني أمر طبيعي. لكن بالنسبة لي بقت صعبة. بالنسبة لي الوجع اللي أنا اتعرّضت له
وكسرة القلب، عارف متلازمة القلب المكسور والكلام ده، خلّتني أبقى خايفة، خايفة من الفقد مرّة تانية، يعني مش حِمل تجارب جديدة تقصدي، فأدخل في خايفة يعني برضه عقلِك 70 وقلبِك 30 في الحُب مش قد إن أنا أتوجع تاني، بقيت خايفة أدخل بقيت في أي fragile، حاجة يعني. بقيت أي حاجة بسيطة ممكن تأثّر فيّا. اهم. فبقيت اللي هو يعني أنا ممكن حد قريب مني ابني حد صاحبي يعمل حركة ممكن تبقى غير مقصودة، بس أنا بقيت هشة نفسيًا لدرجة إن أنا ما بقيتش قادرة يعني أتوجع، مش هنفرح بيكِ قريب؟ ما حدش عارف. مين أكتر شخص ممكن تكلميه لو وقعتِ في مشكلة دلوقتي؟ أكدب عليك لو قُلت لك يعني في كذا حد من صحابي، بس أنا بقيت كتومة أكتر مما باتكلم، أنتِ أقوى شخص في قصتِك، يعني أنتِ اللي بتواجهي مشاكلِك بنفسِك؟ للأسف للأسف ده أذيكِ والّا مستمتعة بده؟ أذيني، والّا نِفْسِك ترتاحي أركن أذيني ضهري شوية وأريّح؟ أوي، أذيني جدًا، أذيني علشان لإن سِت بقى والّا علشان يعني لا، لأ، في العموم، الشخص حتى لو راجل اللي الناس حواليه متعوّدة إن هو اللي بيسمع وهو اللي بيشيل وهو اللي بيتحمّل، ده بيبقى تعبان أوي في حياته، لإن ما حدش صح، بيسمعه، ما حدش بيصدّق إنه تعبان، ما بتفرّغيش من وقت للتاني ما بتفصليش؟ ما بتعرفيش تفصلي ما أو باعرفش أفصل، نِفْسِك بابقى في ده؟ نِفسي، إمم. بابقى نِفسي جدًا، بابقى نِفسي إن أنا أفرّغ المشاعر السلبية، بابقى نِفسي، بس ما بقيتش بافرّغها، قايمة البلوكات بتاعتِك لو راجعتيها، ممكن ترجّعي حد لا، تاني لأ، لأ on air خالص، لأ تاني؟ خالص نهائي، اللي بيروح ما بيرجعش، لأ، ما بتسامحيش تاني خالص؟ لأ. لإن اللي بيروح ما بيروحش على طول، لأ بيبقى في خطوات قبل ما بيروح، يعني بيبقى قبل ما بيبقى بلوك ما باعملش بلوكات كتير، بس قبل ما بيبقى بلوك من حياتي يعني نَفْسي آه، كده بيبقى في مراحل كتير أوي قبل ما بيوصل للبلوك، ما ينفعش يرجع تاني، ده جزء مهم جدًا في علاجنا النفسي برضه مع الناس أو الحالات اللي بتيجي لنا اللي دايمًا بيشتكوا من الأذى النفسي من الناس القريبة أوي، يعني توكسيك أعمل وبتاع إيه وحاجات دي. مع جوزي، مع ماما، مع بابا؟ ما إحنا هو الوجع ما بنحاول بيجيش إلا من القريب، صح، البعيد ده ما يُعدّش بلوك العلاقات يعني، الtoxic مش لازم علاقات عاطفية، ده ممكن البيت من حد نفسه قريب أب منك، toxic، أم toxic، أخ أخ toxic. طبعًا. فبنقول لهم أنتم بتحاولوا تقللوا أو يعني تغيّروا مكانتهم في قلوبكم وأفكاركم، اللي هو باهمّشه كده، أشوفه كإني مش شايفه، فهتعمل إيه في أبوك مثلًا هتقتله؟ ما يعني لأ ما هي لحد الفكرة ما في الوضع إيه؟ يتغيّر بقى أو يعني حد إحنا فيكم يتّكل على بالضبط، الله. وده اللي أنا اتعلمته منكم كأطباء نفسيين، إعادة ترتيب الأدوار في صح، حياتنا، برافو، إن إحنا بنبقى حافظين جوزي لازم في الدايرة الأولى، صح. أخويا لازم في الدايرة الأولى، فبالتالي لمّا بييجي منه وجع باتوجع أوي ومش عارفة أطلّعه برّه الدايرة الأولى، فلازم أفهم إعادة ترتيب الأدوار، ممكن يبقى شخص غريب خالص هو اللي في الدايرة الأولى، وإن أخويا يبقى في الدايرة السابعة أو جوزي يبقى كده، صح. فإعادة ترتيب الأشخاص، لكن إحنا مشكلتنا إن إحنا بنبقى راسمين وحاطين لكل واحد مكانة إنه لازم يبقى عشان أخويا يبقى كذا، عشان جوزي يبقى كذا، فده اللي ده بيتعبنا، راجع للجهل النفسي، إن أنا ما درستش حاجة في علم النفس، وده اللي كنا دايمًا مش مطلوب بنتكلّم تدرس بس فيه. اسأل متخصص. اسأل أو اتعلّم، آه، افهم الحياة إيه الصح المفروض أعيش إزاي لنفسي وبعد كده للناس، ده اللي إحنا كنا دايمًا بنتكلّم فيه في اللايفات، الثقافة النفسية، ويا ترى فعلًا ممكن أروح مش معناها لدكتور يا نفسي جماعة والّا الدكتور لأ؟ النفسي مش معناه إن أنا مجنون، يعني آه، يا ريت الناس تطلع ساعات شوية برّه إطار إن أنا مريض مجنون نفسي بقى، يبقى عيب، لأ مش عيب، مريض نفسي يعلّمني أو عندك إزاي اضطراب أتعامل. نفسي، بلاش كلمة مريض عشان ما تزعلوش، عندك اضطراب نفسي أو أنت نفسيًا تعبان أسهل طريق إيه؟ ما هو الدكتور النفسي زي دكتور الباطنة، صح، زي دكتور القلب، إلا أنت لمّا ضغطك بيبقى عالي بتعمل إيه؟ بتروح لدكتور الباطنة، أمر طبيعي، كذلك لمّا نفسيتك تبقى تاعباك تروح للدكتور النفسي، أنا ما اتعلمتش ده من نفسي، ما اهم، صح، درستوش، أنا لجأت لحضرتك كطبيب نفسي اهم، ولأي حد تاني من الأطباء النفسيين أو المعالجين النفسيين صحابي، هم اللي عملوا لي التوازن ده في مشاكل حياتي كلها، وبيفيدوا فعلًا يعني. طبعًا، طبعًا، ده كمان من الحاجات الجميلة اللي بنشوفها في الحالات اللي بنتابعها لمّا فعلًا يتعلّم حاجة جديدة وييجي يقول أنا يا دكتور اتعلّمت حاجة ما كنتش واخد بالي منها، طبعًا. إن الوسواس ده مثلًا فكرة بتيجي والمفروض ما أركّزش فيها، كنت فاهم حاجة تانية، فلمّا بيفهم بيرتاح فعلًا. وحاجة كمان أنت مثلًا زي ما أنت حكيت عايز تطلع من علاقة، المعالج النفسي ده بيعمل إيه، بيدعمك للخروج من الدايرة دي، صح. هو برضه بيبقى ليه دور مهم، فما تتعبش نفسك أوي، واختصر الطريق وروح للمتخصص هتلاقي الدنيا أسهل كتير. نيجي بقى لآخر فقرة،
التحليل أيوه، النفسي. أيوه. تعالي نتعرّف بقى، يا ترى الدكتورة هبة أخبار شخصيتها إيه إمم، سيكولوجيًا؟ أيوه، يعني على المشاع كده. آه، دي هاسألِك أسئلة هتجاوبي عليها، بناءً عليها هاعرف شخصيتِك ماشية في أنهي اتجاه، وهنقول طبعًا كل النتايج على الهوا. إن شاء يالّا الله، بينا؟ يالّا بينا، بتحبي تقعدي لوحدِك أكتر والّا مع الناس أكتر؟ لوحدي. يعني بتستمتعي برضه لو قعدتِ مع الناس والّا باستمتع بس لوحدي؟ لأ، لأ، باستمتع مع الناس برضه، يعني في حفلة زي المؤتمر أكيد نقعد نقعد وبتاع. بالضبط ونتبسط آه. طب إيه أنهُ أكتر؟ آمم، أنهو أكتر؟ ده ليه وقته وده ليه وقته يعني. يعني الاتنين في توازن ما آه، بينهم، آه، في حاجة جماعية نقعد وننبسط، لوحدي بانبسط برضه. آه، آه. كويس، لمّا تروحي بقى مكان زي حفلة، فرح، مؤتمر، event زي ده، تحبي الناس تبُص لِك والعين عليكِ كده والّا عادي مش فارقة؟ لأ، ما أعرفش أبقى عادي مش فارقة. الله! طب أنت بتحاولي عايز إيه؟ تلفتي لأ، الانتباه؟ ما باحاولش. أنا كده أنا لأ، أنا ما باحاولش ألفت بس حابة الناس الناس زي ما تشوفني باقول لك يبقى لك حلوة. بصمة، يبقى لك تواجد في المكان، لكن ما تحاولش يعني مش للدرجة دي. ما اهتمش أوي الناس بصِت أو لأ، أنا لا، 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 كده لأ، عادي. واثق الخطوة يمشي ملكًا يمشي يعني، الحال. فأنا طيب بتحسّي إنِّك دايمًا الناس باصّة عليكِ أو بتراقبِك أو في مؤامرات ممكن يعملوها عليكِ لا، 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 لأ، أو ما عنديش أنا لأ. مضطهدة مثلًا؟ لا، لا، لأ خالص، وإيه لا، اللي لأ، حصل؟ يبقى لأ هو بُص المدير أنا عايز يودّيني في بُص لا، داهية. لأ، لأ، أنا من النوع اللي يعني أنا مثلًا محددة هدفي بامشي، ما باشغلش بالي بالحاجات اللي حواليّا لأ، أنا ما باتعامل بشكل طبيعي مع المشاكل اللي بس بتحصل لي. خلاص بابقى مركّزة في الوصول كويس. للهدف بتاعي. أخبار الدقة معاكِ إيه؟ دقيقة في حياتِك إمم. والترتيب والحاجات لو دي اتشالت من مكانها هنعمل خناقة والّا باعملها يعني كده وبتاع. تاني مش باتخانق يعني، بس بابقى قاعدة لازم متضايقة؟ OCD. بزيادة والّا لا، 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 لأ، عادي؟ مش بزيادة أوي يعني لأ، دقيقة بس بالمعقول. مش over يعني، بالمعقول. لإن ده باحب بيعطّل النظام. ناس في حياتها لا، لأ، أساسًا. مش للدرجة مش مرضيًا يعني، اهم. بس باحب إن الحاجة تبقى متنظمة، الوقت متنظم، يعني الحياة منظمة، كل حاجة مترتبة، لإن ده بيساعدني في إنجاز حاجات تانية. خايفة من المستقبل والّا عادي؟ قلقانة عليه بزيادة والّا لا، لأ، ما فيش؟ خالص، نهائي، بعد اللي أنا اتعرضت له ده نهائي. ماشيين يوم بيوم، بالضبط سيبها كده، تسبّح. بالضبط. لأ، طب في حزن على الماضي شديد والّا ندم، ألم، لأ، لا اكتئاب؟ ندم، في ألم، لأ مش اكتئاب، في ألم ووجع ألم ووجع، وما أعتقدش هيخف. شخصية controller والّا شخصية بسيطة، يعني في علاقة، في شغل، في حاجة، أحب أنا اللي أوجّه الدنيا بطريقتي والّا عادي في مرونة شوية؟ آآ ممكن أكون باحب أبقى ماسكة زمام الأمور. ده بيحسسِك إن الأمور هتنجح أكتر والّا أنا شخصيتي كده هامسك وخلاص حتى لا، 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 لو لا، لأ، بيبقى يمكن قِلّة ثقة في عشان الأداء يبقى الإنجاز، أعلى عشان بس. الأداء يبقى أحسن تمام، بتحسي بالملل وأنتِ قاعدة لوحدِك كتير؟ ملل، زهق والّا ما الفترة فيش دي وقت؟ في. لو قاعدة بما إن أنا شخص ما بيقعدش ده فلو ملل حسب الmood يعني، حسب حسب الموقف الmood يعني؟ بالضبط. بتحسي دايمًا بتقلُّب مزاج؟ يعني ما بين الاكتئاب mood والحزن swing كتير دي والّا حقيقة. بسيط؟ ال الحزن بقى مسيطر أكتر. بتعملي حاجات كتيرة وبتندمي عليها بعدها، باندفاعية يعني من غير تفكير لأ، والّا مش لازم من النوع أفكّر المندفع، لأ بافكّر. طب الحمد لله. إمم. التحليل النفسي للدكتورة هبة يا جماعة كويس الحمد لله بجد؟ يعني واخدة والله! درجات متوسطة واخدة مهدئات قبل ما آجي. واخدة العلاج قبل ما تيجي، واخدة فالحمد العلاج لله قبل ما آجي. الدنيا جميلة. متوسطة في كل الحاجات، مش histrionic مش obsessive مش paranoid اللي هي الشخصيات يعني الهستيرية اللي بتحب الانتباه أو لفت الأنظار أو الاعتمادية أو المكتئبة، يعني وسط في كل حاجة وده عادي، إحنا لازم يكون عندنا سمات مشتركة ما بين كل الشخصيات. نورتيني النهارده ميرسي وبودكاست ليك والله. حكايتي وميرسي على الحكاية الجميلة ميرسي ليك دكتور أحمد، يمكن فرّغت حاجات كتير من المشاعر اللي ما باعرفش أفرّغها في أوقات كتير طلعت النهارده، وأتمنى إن الكلام ده ناس كتير تستفيد منه، ما أتمناش إن حد يعيش التجربة، طبعًا. لكن لأي حد مَر بالتجربة أتمنى إن كلامنا يبقى مفيد بالنسبة له. أنا كمان مبسوط بالحلقة الجميلة، هي دكتورة هبة صديقة عزيزة وصديقة قديمة، المرة دي كنت أنا المذيع، المرة الجاية غالبًا هي اللي هتستضيفني، إن مذيعة شاطرة جدًا، جدًا. شاء الله. انتظرونا في بودكاست جديد وحكايتي. دكتور أحمد موافي.